اهلا شباب، النهارده الخص كرتون ابطال الكره. فقبل البدء ما تنساش اللايك والاشتراك ويلا نبدا. وبيكون بيتكلم عن فريق مدرسه نفسهم يكسبوا بطوله العالم لكره القدم اللي بتكون بتتلعب بطريقه مختلفه من خلال تقنيات قويه، وكل شخص بيكون عنده تقنيته الخاصه، وبيكون متكون من 3 مواسم. ونبدا بالحلقه الاولى وبنشوف فريق مدرسه النجوم وبيكونوا كاسبين 13-0 وحرفيا ماسحين بالخصم الارض، وبيبان انهم اقوياء جدا. وبنروح لمدرسه النسور، بنشوف عامر بيكون رايح المقر بتاع فريق المدرسه، وبيكون هو قائد الفريق وحارس المرمى بتاعه. بياخد كره وبيقول لهم يلا بينا نبدا تدريب، لكن باقي الفريق بيكونوا محبطين بسبب اولا ان فريقهم مش مكتمل، تاني حاجه ما عندهمش ملعب يتدربوا فيه، وبيقولوا اننا ناجل التدريب. بيحاول عامر يشجعهم علشان حلمه انه يشارك في البطوله ويكسبها، لكن محدش بيدي ردة فعل، فبيحبط منهم وبيروح يتمرن لوحده. وبتجيله كوثر بتتكلم معاه عن الفريق وبتقول له انهم يروحوا يلعبوا مع فريق الاطفال. بيروح عامر معاها وبيلعب مع الاطفال، لكن واحد من الاطفال بيشوط الكره بالغلط في واحد. بيروح عامر عشان يحتزن منه وياخد الكوره، لكن صديقه بيضرب عامر. بنشوف ولد غريب بيكون متضايق من اللي عمله الولدان، وبيكونوا بيتنمروا على عامر ومش عايزين يدوا الكوره، وبيشوطها على بنت صغيره، بس بيتدخل الولد الغريب ده وبيسدد الكوره في وشه، وبيهربوا المتنمرين. بيهاجم عامر جدا الولد ده وبيطلب منه ينضم لفريقه، لكنه بيسيبه وبيمشي. وبيروح عامر البيت وبيقعد يكلم صورة جده مهران، وبيقول له اخيرا انه هيحقق حلمه ولقى لاعب جامد، ويحاول يقنعه انه ينضم للفريق بتاعه. تاني يوم بيروح عامر المدرسه، بيلاقي الولد ده وبيكون اول يوم ليه، وانتقل من مدرسه تانية وبيكون اسمه زين. بيحاول عامر يقنعه بكل الطرق لكنه مش بيوافق، وبيقول له انه اعتزل اللعب نهائيا. بيجي لعامر استدعاء لمكتب المدير، وبيروح بيقول له المدير انهم هيعملوا مباراه تدريبيه وهيلعبوا فيها فريق النجوم، الفريق اللي كان كسب 13. وحرفيا عامر بينصدم وبيقول لهم ان الفريق ناقص 5 لاعبين. بترد عليه مراتي قصدي الانسه نرجس، وبتقول له انه لو ما كملش الفريق هتلغي المباراه وتحل الفريق. بيروح عامر يقول لفريقه على المباراه، لكن بيحبطوه وبيقولوا له انهم هيتمسح بيهم الارض. مش بيهتم عامر لكلامه، وبيروح يدور على اعضاء ينضموا للفريق، وبيروح لمنصور. انا طول حياتي كنت مفكر ان منصور بنت، بس ما علينا. وبيوافق منصور ينضم للفريق. وبيروح عامر لولد تاني اسمه رامي بيقنعه برضه، وبيروح عامر يتمشى وبيقابل زين بيقول له انه هيلاعب فريق النجوم، وبيساله عن سبب اعتزاله، لكنه بيسيبه وبيمشي. بيروح عامر يتمرن تمرين شديد. بيجي له منصور وبيقول له اتعلمت فين كل ده. بيشاور عامر على كتاب جده اللي كان مدرب فريق مدرسه النسور زمان، ودون فيه كل مهاراته. وبيقول له منصور انه هيكون معاه وهيكسبوا المباراه. وبيطلع بقى اصدقائه اللي كانوا بيراقبوه وهو بيتمرن، وبيقولوا له انهم هيكسبوا وبيتدربوا كلهم مع بعض. تاني يوم بيعرفهم بحسان لاعب جديد هينضم ليهم، وبيجي واحد من وراهم وبيكون هو كمان منضم للفريق، وبيكون كده ناقصهم واحد. في الناحيه التانيه بيوصل فريق النجوم وبيستهزئوا بفريق عامر، والقائد بتاعهم بيكون اسمه سيد، وبيقول لعامر انهم هيتدربوا الاول، وبيبين انهم فريق قوي جدا. وبيتعمد سيد انه يشوط الكره على عامر لكنه بيصدها، بس من قوتها ايده بتتصاب. بيقول له سيد انه فريقه ناقص واحد، وبيجي رامي في اللحظه الاخيره. فريق النجوم بيسالوا سيد عن سبب لعبهم الماتش ده، بيقول لهم ان ده طلب الزعيم اللي هو المدرب بتاعهم، وانهم جم علشان شخص معين. وبتبدا المباراه. في اول دقيقه بيكون فريق عامر بيلعب كويس وبياخد هجمه وبيسدد مروان، لكن الحارس بيصدها وبيمرر الكره لسيد، وسيد بيمرر للي جنبه وبيسدد على عامر كره قويه جدا. بيخش بقى المرمى. الكل بيروح يطمن على عامر وبيقول لهم اننا هنكسب برضه، وبيكملوا المباراه. وحرفيا بيتمسح بيهم الارض، وبينتهي الشوط الاول ب10 اهداف للنجوم. بيحاول عامر يحفزهم عشان يكسبوا الشوط الثاني، بس كلهم بيكونوا فاقدين الامل. وبيبدا الشوط الثاني وبيستعمل فريق النجوم تقنيه قويه جدا اسمها مثلث النار. بيحاول عامر يتصدى ليها بس بتاخده وبتدخل المرمى. باقي الماتش بيقعد فريق النجوم يستخدم تقنياته بهدف انهم يأذوا الفريق علشان يخلوا الشخص اللي هم جايين علشانه يخرج ويلعب. بيكون الفريق كله سقط على الارض ما عدا عامر، بس بيقعدوا يسددوا عليه لحد ما بيسقط هو كمان. بيكون فاضل رامي وهو الوحيد اللي ما حصلوش حاجه، فبيهرب وبيسيب الملعب وبيخلع التيشيرت بتاعه قدام زين اللي بيكلم نفسه، وبيقول هل تسمحين لاخيك ان يلعب مره اخرى. وبياخد القميص وبينزل للملعب وبيرجع الامل للفريق. بيرجع فريق النجوم يستخدم تقنيه المثلث، وبيسددوا الكوره ناحيه عامر اللي بتظهر قوته الحقيقيه، وبيستخدم تقنيه القبضه الفولاذيه وبيصد بيها الكوره، وبيمررها لزين اللي بيستخدم تقنيته وبيسدد هدف. وبتبقى النتيجه 20-1 للنجوم. بعد الهدف ده بينسحب فريق النجوم من المباراه، والمدرب بتاعهم بيكون معجب بزين وهو الشخص اللي جاي علشانه. في الناحيه الثانيه عامر والفريق بيكونوا فرحانين انهم كسبوا، بس زين بيسيبهم وبيقولوا انه مش هيلعب تاني، بس بيطمنهم عامر انه هيقنعه مره تانيه. تاني يوم بيقعدوا يعملوا خطه جديده للعب، وبتدخل عليهم كوثر وبيكون معاها الانسه نرجس. بتقول لهم ان المباراه الجايه هيلعبوا ضد فريق البراعم، ولو كسبوا هتخليهم يقدموا في البطوله المحليه. والكل بيتحمس وبيروحوا كلهم يتمرنوا. ومروان بيكون بيلعب بطريقه قويه جدا. بتيجي صحفيه المدرسه منى بتقول لهم ان فريق البراعم سمعت عنه حاجات كتيره مرعبه، واللي بيحصل في فريق الخصم وهو بيلعب، وبيحصل اسوأ لو خسروا. فبيترعب جميل. بيقول لهم عامر انها مجرد اشاعات. بيرد عليه الباقي انهم بحاجه الى زين علشان يكسبوا المباراه دي، بس بيقول لهم مروان انه احسن من زين، وبيكون على الفريق الاعتماد على نفسه لان زين مش هيكون معاهم. بيحاول عامر يحفزهم شويه وبيروح يتمرن. بيجي له منصور وبيقعدوا يتكلموا انهم لازم يخلوا فريقهم اسطوري، ودي مهمه عامر لانه قائد الفريق. تاني يوم بيكون عامر ماشي وبيشوف زين، فبيروح وراه لحد ما بيخش المستشفى وبيلاقيه جوه. بيعتذر منه عامر انه يكسس عليه، بس هو كان قلق عليه لما دخل المستشفى وكان فاكره تعبان. بيقول له زين ان اخته هي اللي مريضه وجاي يزورها، وبيسمح لعامر يدخل لها. بيحكي له زين على
على اللي حصل لاخته وانها في غيبوبه من اخر مباراه ليه في مدرسته القديمه، وكانت جايه تشجعه ضد فريق النجوم. خلال المباراه اتصابت واتنقلت للمستشفى، لكن زين ما يعرفش اللي حصل لها بالظبط لانه كان مشغول في المباراه، ومن وقتها بيكون فاكر ان هو السبب اللي حصل في اخته، واعتزل اللعب تماما. وبيشكره عامر وبيقول له ان هم يلعبوا الماتش الجاي ضد البراعم، وبيسيبه وبيمشي. في الناحيه الثانيه بنشوف مروان وكان بيتمرن بشده عاليه علشان يتقن التسديد مثل زين، لكنه بيتعب وبيحبط بسبب انه مش عارف يسدد بقوه. وبيرتاح شويه بيقعد معاه عامر وبيقول له انه يحاول يعمل تسديدته بنفسه وما يقلدش زين. وفعلا مروان بيتحمس وبينزل يتمرن تاني وبيبدا فعلا يتقن التسديد لحد ما تيجي اخر تسديده ليه وبتظهر قوته الحقيقيه، وبيستخدم تقنيه وبيسدد كوره قويه جدا وكلهم بيفرحوا. في الناحيه الثانيه بيكون زين بيتفرج عليهم، وبتيجي لانسه نرجس وبتتكلم معاه بتقول له انه لو فضل معتزل كده مش هيشفي اخته، وان اللي حصل لها مش سببه. بيفكر زين في كلامها وفعلا بينزل يقول لعامر انه هيرجع يلعب مره ثانيه وهينضم للفريق. وبيبداوا في عمل خطه لمواجهه فريق البراعم، وبتجيلهم منى وبيكون معاها فيديو للمباراه قبل كده لفريق البراعم. بيظهر ان فريق الخصم متجمد في مكانه ومش بيتحرك، وده بيرعب فريق النسور كله. المهم بنروح للملعب وبيجي فريق البراعم اللي بيكون شكلهم مرعب، وبيجي المدرب بتاعهم يسلم على زين وبيقول له انه شاف تسديدته المره اللي فاتت وانه موهوب جدا. وبيتعصب مروان وبيقول له انه افضل منه، لكن المدرب بيقول له ان زين افضل حد في الفريق. وهنا مروان بيولع من الغضب وبيقرر يوريها يعمل ايه في الملعب. بتبدا المباراه، بياخد فريق البراعم هجمه وبيسدد تسديده قويه على عامر، لكن عامر بيتصدى لها باستخدام تقنيته وبياخد الكره كامل وبيمررها لمروان اللي بيستخدم التقنيه بتاعته وبيجيب اول هدف. وبينصدم مدرب البراعم من مهارته وبياخد فريق النسور هجمه ثانيه وبيسدد مروان وبيجيب الهدف الثاني. بيتعصب المدرب وبيبدا في تنفيذ خطته. بياخد فريق البراعم هجمه، لكن بيحصل حاجه غريبه، هو انهم بيبدلوا اماكنهم بسرعه، وده بيخلي فريق النسور مش عارفين يميزوا مين معاه الكوره وبيجمدوهم في مكانهم وبيحرزوا اول هدف. بياخد مروان هجمه وبيحاول يجيب هدف، لكن الحارس بيستعمل تقنيه وبيصد الكره بكل سهوله. وبيرجع البراعم بهجمه وبيجمدوا النسور مره ثانيه، ونفس السيناريو بيجيبوا جون ومره ثانيه وبيجيبوا الهدف الثالث. وبينتهي الشوط الاول ب 3-2 للبراعم. بيحاول عامر يشجعهم وبيقول لهم انهم هيعرفوا سر فريق البراعم. وبيبدا الشوط الثاني، بياخدوا النسور هجمه وبيمرروا الكره لزين، لكن مروان بيتعصب وبيروح ياخد الكره منه وبيسدد، لكن برضه الحارس بيتصدى ليها. وبياخد البراعم هجمه وبيجمدوا النسور، بس بيفكر عامر ازاي بيعملوا كده، وبيلاحظ ان المدرب بتاعهم بيردد كلمات غريبه. وبيقرر المره دي ما يبصش للاعب وبيتحرر فعلا وبيتصدى للكوره. وبيقول لباقي الفريق ان اللي بيخليهم يتجمدوا في مكانهم هو ان المدرب بينومهم مغناطيسي. وبياخد النسور هجمه وبيمرروا لمروان، بيقول له زين ما يبصش لايد الحارس لان كده بينومه مغناطيسيا. وفعلا بيسمع كلامه، وبدل ما بيسدد بيمرر الكره لزين اللي بيسدد تسديده قويه جدا وبيحرز هدف التعادل. وبيكرروا نفس الهجمه وبيحرزوا هدف الفوز، وبتنتهي المباراه وبكده هيروحوا البطوله. وبنشوف شخص غريب بيكون بيبلغ مدرب النجوم ان النسور كسبوا المباراه. بنشوف بعدها قرعه البطوله، بتكون اول مباراه لفريق النسور ضد فريق المشاعل. في الناحيه الثانيه بيصحى عامر من النوم وبيكون متحمس للبطوله، وبيروح المدرسه بسرعه وبيجمع الفريق علشان يقول لهم انهم شاركوا في البطوله. وبيجي المدرب بتاعهم وبيقول لهم ان اول ماتش ليهم ضد فريق المشاعل، وبيجي طالب جديد في المدرسه وبيكون عايز ينضم للفريق وبيرحب بيه عامر وبيقول له انهم هيلعبوا فريق المشاعل. بيقول لهم شاكر انه لعب قبل كده المشاعل وانه فريق قوي جدا وبيتميزوا بالحركات الهوائيه. بيقول لهم زين ان الفريق ده قادر على هزيمه فريق النجوم. بيحمسهم عامر وبيقول لهم اننا هنتدرب وهنقدر نهزمهم. وبيبداوا التمرين بتاعهم. وسط التمرين بيجي السيد فوزي بيقول لهم انهم بيفكروا في فريق النسور المحلقه، لكن محدش بيكون عارفه. وبيقول لهم ان ده كان اقوى فريق في مدرستهم زمان وكانوا هيكسبوا البطوله، لكن حصل شيء منعهم، بس مش بيقول ايه هو اللي منعهم. وكان جد عامر السيد مهران هو مدرب الفريق. بيحمسهم عامر وبيقول لهم ان هنكسب البطوله. بنشوف في الناحيه الثانيه مدرب فريق النسور بيقول كل اللي بيحصل لمدرب فريق النجوم، بس يا ترى اللي بيخليه يعمل كده. بيروح عامر البيت وبيسال امه عن جده وعن فريق النسور المحلقه، لكنها بتقول له مش فاكره. وبيطلع اوضته ووالده بيجيله بيقول له ان ما سمعتش امه قبل كده بتتكلم عن جده، بس هي بتكون فاكره ان سبب وفاه جده هي كره القدم. تاني يوم الفريق بيكمل تدريباته، لكنهم مش بيوصلوا لقوتهم الحقيقيه وبيحبطوا. بعد التدريب بيروح منصور وزين وعامر المطعم وبيتكلموا عن فريق النسور المحلقه، وبيسمعهم صاحب المطعم وبيعرف ان عامر حفيد السيد مهران، وبيقول لهم على كتاب بيحتوي على كل تقنيات فريق النسور. وبيقول لهم ان هو في المدرسه في خزنه المدير، وبيروحوا يدوروا لكنهم مش بيعرفوا يفتحوا الخزنه. بس بتيجي الانسه نرجس وبيكون معاها الكتاب، لكنهم مش بيكونوا فاهمين اي حاجه منه، بس عامر بيكون فاهم وبيقول لهم على تقنيه اسمها سقوط الصاعقه. وبيقول لهم يلا نبدا التدريب من دلوقتي. بيسيبهم شاكر وبيروح يجري، لكن بيوقف يستريح وبيقولوا انهم لقوا الكتاب المطلوب، لكنهم مش فاهمين حاجه منه. وبيكون بيقول الكلام ده لست، وبيكون شاكر جاسوس وبينقل كل معلوماتهم لفريق النجوم. في الناحيه الثانيه بتشوف زين وبيكون بيشرح لعامر ازاي هينفذوا الحركه. اول حاجه يجي لاعب يقفز والتاني يطلع فوقيه ويقفز عاليا وينفذ التسديده، وبيقسموا الخطه. زين هو اللي هيسدد واللي هيقفز فوقيه هيكون جميل. وبيبدا تدريباتهم اللي بتكون مش سهله لحد ما بيجي الليل وبيكونوا لسه بيتدربوا علشان يتقنوا الحركه. وجميل بيشوف حلزون وبيترعب منه، وده اللي بيخليه يقفز بشكل عالي. في الناحيه الثانيه زين بيكون اتقن التسديد وبيكونوا جاهزين اخيرا لمواجهه فريق المشاعل، لكن في مشكله وهي ان جميل بيخاف يقفز، وده لانه بيخاف المرتفعات. وبيحاول يجرب مره ثانيه بس من غير ما يبص للاسفل، وده هيقلل الخوف لكنه مش بيقدر.
اكتر، وبيبص برضه تحت وبيخاف وبيسكت، وبيقعدوا يدربوا جميل اكتر من مره علشان يقلل خوفه، لكن مفيش فايده، وبرضه مش بيتقن الحركه. وبيروح البيت بيقعد على السرير، وبرضه بيكون خايف بسبب انه مرتفع. بيدخل على اخوه وبيقول له انه مستني يكسب المباراه الجايه، وهو واثق انه هيخليه فخور بيه. بيتاثر جميل بكلام اخوه. تاني يوم بيروحوا ملعب المشاعل اللي بيكون وسط غابه. اول ما بيوصلوا فريق المشاعل بيهجم على العربيه، وبيكونوا فريق همجي بسبب تربيتهم في الغابه. وبيجي اخو جميل واصدقائه علشان يشوف المباراه، وبتبدا المباراه وبياخد النسور اول هجمه، وبيمرر مروان لزين اللي هيكون هيسدد، لكن واحد من المشاعل بيقفز اعلى منه وبيقطع منه الكوره، وبتتحول الهجمه للمشاعل اللي بتكون خفتهم عاليه جدا، وبيكون هيسددوا اول هدف، لكن بينقذها عامر في اخر لحظه. بياخد زين الكوره وبيمررها لمروان اللي بيكون لسه هيسدد، لكن لاعب من المشاعل بيكون اسرع منه وبيقطع منه الكوره، ومروان بيتصاب في رجله وبيضطر انه يطلع بره، وبينزل مكانه شاكر اللي بيقطع الكوره وبيمررها لزين اللي بيحاول ينفذ التقنيه الجديده، لكن للاسف جميل بيخاف وبيبوظ التقنيه وبياخد المشاعل هجمه وبيسدده، لكن عامر بينقذها. وبيقعد يتكرر السيناريو ده اكتر من مره. جميل بيخاف وعامر بينقذ الفريق لحد ما بيخلص الشوط الاول، وبيكون تعادل، والفريق بيكون متعب بشكل كبير. بيحفز عامر جميل اللي بيكون الاحباط بان عليه، وبيبدا الشوط الثاني ونفس السيناريو. بينقذ عامر المرمى لحد ما بيتألم من ايده، وبيكون الفريق كله تعب جدا. بيمرر عامر الكره الجميل اللي بيتحمس المره دي، وبيقدر يقفز فوقيه زين، وبيسدد تسديده صاروخيه وبيجيب هدف، وبتنتهي المباراه بفوز النسور. في الناحيه الثانيه بنشوف مدرب فريق النجوم، وبتوصل له اخبار فوز فريق النسور. مش عارف الراجل ده ايه اللي بيستفادوا من التجسس عليهم، بس اكيد هنعرف ده قدام. بعد كده بنشوف عامر وباقي الفريق في ملعب غريب، بيكونوا بيلعبوا مباراه قدام فريق اول مره نشوفه، وبيكونوا باين عليهم انهم اقوياء جدا وعندهم تقنيه تحليل المعلومات، وده اللي بيخليهم يتوقعوا حركات النسور ويهزموهم بسهوله. وبتكون دي محاكاه للفريق علشان يتدربوا على هزيمه النسور، لانهم هيلعبوهم الماتش القادم. وبيكون مدرب فريق النجوم هو المشرف على التدريبات. في الناحيه الثانيه بيكون عامر والباقي بيتمرنوا، وبيكون في جمهور كبير بيشاهدهم. وبتيجي الانسه نرجس بتخليهم يوقفوا تمرين علشان الناس دي بيكونوا بيتجسسوا عليهم علشان يعرفوا اسباب فوزهم وينقلوا المعلومات دي للفرق الثانيه، فبيضطروا يتمرنوا تمرينات عاديه من غير تقنيات علشان محدش يعرفها. في الناحيه الثانيه بنشوف ست وبيكون مع اتنين من فريق الفود السريعه، بيقول لهم ان فريق النسور اغبياء وممكنهم استغلال النقطه دي، وهدفه هو القضاء على فريق النسور، لكن محدش يعرف ايه سبب انه عايز يعمل كده. وبيروحوا هم كمان علشان يراقبوا فريق النسور، وبينزلوا لارض الملعب، وبيقولوا لعامر بكل بجاحه ليه مش بتتمرنوا على التقنيات، عايزين نعرفها. وبيقول له ان فريق النسور هو اضعف الفرق، وده اللي بيعصب عامر جدا. فعامر بيتحدى على التسديد بينهم ويشوفوا مين الاقوى فعلا. بيجي اول واحد يسدد على عامر وبيستخدم نفس تقنيه زين وبيسدد هدف، والكل بيستغرب انهم بيقللوا نفس تقنياتهم. المهم بيجي دور زين وبيستخدم اعصار النار. الغريب ان الحارس حلل كل حركات زين وبيصد الكره وبيسيبهم وبيمشي. في الناحيه الثانيه بنشوف شاكر بيكون بيرسل كل معلومات الفريق وتقنياتهم السريه، وبيكلم ست وبيقول له ان كل المعلومات اتبعتت. بيكون عامر والباقي بيبحثوا عن فريق الفود السريعه، وبيعرفوا ان مفيش حد قبل كده سجل في مرماهم، وحوار انهم يسجلوا مستحيل لانهم عارفين كل حركاتهم، فلازم يبتكروا خطط جديده. وكوثر بتجيلهم وبتقول لهم ان انسه نرجس مستنياكم، وبيروحوا كلهم، وبتكون مجهزه ليهم مكان سري يتدربوا فيه، والمكان ده كان بيتدرب فيه لاعبين النسور المحلقه قديما، وبيبداوا فيه التمرين اللي بيكون صعب جدا. بعد ما بيخلصوا بيكونوا ميتين حرفيا من التعب. وبيعدي اسبوع وبيجي وقت المباراه، وبيقابل عامر حارس مرمى الفهود وبيقول له انهم مش هيعرفوا يهزموهم، فبيرد عليه الحارس انه عارف عنهم كل حاجه، ومن الافضل يثبت نفسه في المباراه. واستنى الفيديو الجاي عشان نكمل باقي الاحداث. ودي نهايه الفيديو، سلام.